عن البكالوريا الحديث على تسريب أم غش. حالة الغش زيادة، شفنا حتى البارح أنه فما تلميذة نقلت للمستشفى بسبب آلة غش. كيفاش عينتوا هذوما الكل وشنو الأرقام المتوفرة؟ والله أنا يؤسفني أن كما قلت البارح في قناة أخرى أن حديثنا عن الغش أصبح يغطي على البكالوريا. حبيت قبل ما نحكي عن الغش نقول فما شيء إيجابي هذه السنة. على مدى يومين الاختبارات كانت في المتناول لاقت استحسانا، لم نسجل أخطاء، لم نسجل إشكالات في الأسئلة المطروحة، وأغلب التلاميذ المترشحين غادروا مراكز الاختبارات ومعناتها في آمال عالية وفي معنويات مرتفعة. لم نستشعر خيبة أمل في نوعية الامتحان، لأنه هذه النوعية قاعدة تجود سنة بعد سنة نتيجة لجان قاعدة تشتغل بمعايير وبوجاهة وصدقية وثبات. ثم إصلاح الامتحان يتم بعد تداول المقاييس تقريبا مدة ساعات داخل لجنة مغلقة، وزيد بعد التداول تقع تجربة هذه المقاييس على عينة من الأوراق. نحب نقول الإيجابي في البكالوريا التونسية لا تزال محصنة من الداخل. بقى حكاية الغش كما ذكرت والناس الكل تعرفها، لا أدعي بطولة وأقول سأقضي على الغش نهائيا، هذا معناتها يولي ادعاء. الغش موجود في أغلب بلدان العالم حتى البلدان المتقدمة، صحيح. وفي تونس سيظل موجودا ما لم نصلح المنظومة التربوية. وحتى الأرقام الحصيلة معناتها حصيلة الغش ولينا كي نشرة الأنباء كل يوم. البارح سجلنا 60 حالة وكانت في عديد الجهات، وفما جهات 0 حالة. اليوم وطبعا 60 حالة أقل من عمناول كانت في 95 تقريبا. اليوم عندنا 99 حالة تقريبا، وهي أقل من عمناول بحاجة قليلة. عمناول 103 صحيح. يعني باش تقعد ديما في الحدود هذه، لأنه ما فماش مؤشرات تدل على تغير المنظومة والتقييم. على غالب هذا الموجود حاليا في انتظار انه نلقاو حلول. لكن ديما نعاود ونقول الغش ليس تسريبا. يعني البارحه فما شكون للاسف بعض الصفحات والاشخاص المغلولين عندهم غل شديد على وزاره التربيه، ادعوا ان امتحان ماده الاقتصاد قد سرب. هذا خالي من كل حقيقة. والغش كان كالعادة بوسائل الإلكترونية عن طريق أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا نتيجة أنه معناتها الجانب الإلكتروني مازال هو الأداة الوحيدة المستخدمة. نقول مثلا اليوم من بين الأشياء النادرة التي اكتشفناها أنه الكارت فيتا ذيك خباها التلميذ في باكو عصير. معناتها تصور انت كهو كل واحد يخدم في مخه باش يلقى الحل الأكثر لمجابهة فشل جذري في المنظومة. وجب أن نقطع معه بإصلاح تربوي عميق ناجح. واضح. مشكورة جدا. شكرا لك مدام سلوى العباسي وزير التربية. عندك تفاعل سيدة الوزيرة؟ لو تسمح إذا كان ما زلت معنا